قالت مصادر إعلامية إن الملك محمد السادس رفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت لتعزيته في ضحايا زلزال الحوز واقتراح المساعدة الفرنسية في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وتسبب في أزيد من 2012 حالة وفاة، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية مساء أمس السبت. وكشفت جريدة الصحيفة وفق مصادرها والتي وصفتها بالموثوقة إن الرئيس الفرنسي طلب الحديث مع الملك محمد السادس وهو على متن الطائرة التي نقلته إلى قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، غير أن العاهل المغربي رفض استقبال المكالمة، ما جعل إيمانويل ماكرون ينشر على حسابه الرسمي على منصة إكس رسالة تضامن عبر من خلالها بالقول: نشعر جميعا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب. فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية.